دكتور محمد رجب، اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا، اهلا بيك. احنا عايزين النهارده نقدم بكبسوله بسيطه لاولياء الامور، نعرفهم الفرق ما بين البيولوجي في الاكسل والكيمبريدج. طيب، اولا البيولوجي متقسم الى 3 اقسام: او ليفل اللي احنا بنسميه الاي جي سي اس اي، والاي اس بيولوجي، والاي 2 بيولوجي. الاي اس بيولوجي والاي 2 بيولوجي بنسميهم الادفانسد ليفل او الاي ليفل. كامبريدج والاكسل كجامعات فهم يعني الاثنين شيء محترم جدا. في الاو ليفل مفيش فارق جامد. في الاو ليفل هم تقريبا يعني نفس المعلومات ونفس الداتا، مع العلم ان الاسئله بتكون في الاكسل مباشره اكتر، والاسئله بتبقى في كامبريدج فيها تريكي شويه. بالنسبه للاي اس فهم في كامبريدج بتكون 3 بيبرز. بيبر 1 بتكون مالتيبل تشويس، وديت بتكون تقيله شويه لانها فعلا يعني بتست الفهم بتاع الولد. هل الولد فاهم؟ الولد بيقرا السؤال كويس؟ الولد بيستعجل؟ الولد فاهم سنة جرامر ولا لا؟ بيبر 1. بيبر 2 بتبقى structural questions، يعني بيجيب سؤال يقول explain، يقول describe يعني اوصف، explain يعني اشرح السبب. دي بتبقى مخصصة تماما لأسئلة الاستراكشرال. ممكن يجيب له كيرف يشرحه، يجيب له جراف يقول له اوصف الجراف ده او اكسبلين الجراف ده ليه. بتبقى بيبر دسمة وحلوة، والتصليح بتاعها بيبقى كويس جدا ومتوازن جدا. بيبر 3 بتبقى براكتيكال في المعمل، وهي دي الحاجة الوحيدة اللي تنتقص من كامبريدج، خصوصا في الناس اللي ما عندهمش معمل في المدرسة. فأنا اللي بيسألني بقول له في معمل في المدرسة أو لا. قال ما فيش لاب، ما عندوش لاب، خلاص يبقى إدكسل. قال عندي لاب في المدرسة أو أقدر أريتش لاب ويقدر يعمل اللاب بإيده فعلا، كامبريدج أفضل. في بعض المدارس بتخلي الطالب يخش الاكسل عشان هو المدرسه كلها ماشيه بالسيستم ده، يعني وفي بعض المدارس التانية بتبقى عندها الكامبريدج هو السيستم، فبتمشي الطلاب بالاسلوب بتاع الكامبريدج. إدكسل علشان احنا برضو ما قلناهوش، هو بيبقى بالنسبة في الاي اس برضو 3 بيبرز او 3 يونتس، وفي الاي 2 3 يونتس. واليونت الثالثة في الحالتين بنسميها alternative to practical، يعني مفيش معمل بالايد. اليونت الاولانية واليونت الثانية في الادكسل بتبقى الامتحان جزء منه multiple choice وجزء منه structural. بس الماركينج سكيم في ادكسل غير كامبريدج. ماركينج سكيم في ادكسل ستريكت شويه، وبيحاسب على الكلمه بغير كامبريدج. الكامبريدج بيحاسب على الطالب فاهم او مش فاهم. ادكسل بيكون عايز كلمه معينه في السؤال، الكي وورد، ومش اي كي وورد، الكي وورد اللي الاكزامينر عاوزها. فهي الكامبريدج او ادكسل المدرسه ليها الحق ان هي تعمل الرولز بتاعتها، وانت تقبل يا تسيب المدرسه. انما مصر، او احنا بتكلم على اسكندريه، اكتر من 95% او 90% من المدارس في اسكندريه ماشيه كامبريدج. في دول الخليج كتير جدا في الادكسل عندهم هو اساسي. طبعا في اغلب دول الخليج الادكسل هو نمره 1. هو ممكن ياخد او ليفل ادكسل او كامبريدج ويكمل ادكسل او كامبريدج. طب احنا لو عندنا الاوبشن بتاع الاثنين، تنصح الطالب بتاعك يختار ايه؟ كامبريدج. كامبريدج متوازن، لا يخضع
للظروف الدولية. كامبريدج من أول سنة 2002، من أول ما أنا بدأت لغاية دلوقتي مفيش داتا فيه كتير بتتغير. في عشرات الامتحانات الباست بيبرز الانترناشونال، بعكس ادكسل بادئ انترناشونال بقاله سنتين ثلاثة بس. كامبريدج مور ستيبل، ثابت أكتر. قد يكون لأن أنا بدي الكامبريدج فأنا متحيز شوية ناحية الكامبريدج، بس كامبريدج في رأيي هو أفضل كتير لو في معمل، وبيخلي الطالب بيديله كمية داتا محترمة جدا جدا. طيب في عندنا بورد تالت بس الناس ما بتحبش تتكلم عليه. طيب ما هو هقول لك حاجة، بس ارجع لي. لما تكون جامعة بتوقع يعني بتقلل نتيجتها عشان اسحب عيال، يبقى جامعة على طول كده. كامبريدج ملهاش علاقة، كامبريدج ثابتة. ادكسل انما اوكسفورد لا. دكتور محمد، احنا كنا سعداء بحضرتك النهارده بالفرق التعليم البسيط لاولياء الامور. احنا دايما بنحب نفهم ولي الامر قبل ما يدخل ابنه اي امتحان، هو هيحجز الامتحان ده سواء كامبريدج سواء اكسل بناء على المعلومات اللي احنا بنقدمها له، عشان يبقى عنده الثقافه الكافيه ان هو يعرف ازاي يختار. شكرا لحضرتك دكتور رجب معانا، وان شاء الله لينا لقاءات اخرى مع بعض ان شاء الله. العفو، بالتوفيق لكل الطلبة بإذن الله والأولياء. شكرا. شكرا.